ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة مهمة قوي، وهي احساس ان احنا عايزين نثبت نفسنا للناس حوالينا، وعايزينهم يشوفوا قد ايه احنا شاطرين ومجتهدين وناجحين في حياتنا. فهقول لكم النهاردة ازاي نكتفي بنفسنا ونعرف قيمة نفسنا من غير ما حد يقدرنا او يشجعنا. فلو جاهزة الفيديو النهاردة اقعدي في مكان هادي ومريح وجهزي قهوتك او مشروبك المفضل وتعالي نسمع سوا. كلنا في فترة من فترات حياتنا مر علينا الإحساس ده، إحساس إنك محتاجة تسمعي كلمة تشجيع من حد، أو محتاجة حد يقدر مجهودك، أو حد يقولك إنك ماشية صح كملي. بس للأسف في الغالب محدش فينا بيلاقي حد يقوله كده، فبتفضلي عايشة طول عمرك تحاولي تثبتي للناس إنك شاطرة وإنك كفاية وإنك موهوبة، ويمكن تحسي كمان إنك محتاجة تثبتي لأصحابك إنك شاطرة وناجحة في شغلك وفي حياتك، أو تثبتي لأهلك إنك عارفة تتصرفي وتشيلي مسؤولية نفسك. بس عايزة أقولك إن في اللحظة اللي هتدوري فيها على قيمتك في عيون الناس، وقتها هتفضلي تايهة وبعيدة قوي عن نفسك. هتفضلي تتعبي وتتعبي وتتعبي على أمل إن في حد يشوف تعبك أو يقولك كلمة حلوة، وبرضه مش هتلاقي. وحتى لو لقيتي هيبقى إحساس مؤقت وهترجعي تاني تلفي في نفس الدايرة، لأن كل واحد فينا شايف الحياة من زاوية مختلفة تماما عن الشخص اللي قدامه، ومحدش فينا فاضل حد أصلا. حتى مهما تعملي لو الناس كلها بقت راضية عنك، في حد كده أو اتنين هيبقوا مش راضيين عنك وشايفين إنجازاتك ملهاش أي 30 لازمة. فيبقى ليه من الأول تمشي في طريق كله تعب وجري ونهايته سراب؟ احنا مش عايشين علشان نرضي الناس، انتي موجودة في الدنيا دي علشان ليكي حياة المفروض تعيشيها بالطريقة اللي تريحك وتناسبك. انتي عايشة علشان نفسك، علشان تطوري من نفسك، وعلشان تحلمي وتخططي، وعلشان تصحي كل يوم مبسوطة وسعيدة بنفسك وبإنجازاتك. لأن خلي بالك مقاييس النجاح بتختلف عند كل واحد فينا. ممكن انتي تعملي حاجات تكون في حياتك إنجازات كبيرة، أو بالنسبة لك تكون إنجازات كبيرة، بس هي بالنسبة لغيرك حاجات عادية جدا أو طبيعية جدا. فمش طبيعي انك تستحقري من نجاحك وتحسي ان اللي عملتيه ملوش اي لازمة علشان بس الناس ما انبهرتش بيه. لا، هو مادام كان هدف من اهدافك وحلم قدرتي توصلي له، يبقى هو انجاز ويبقى نجاح، حتى لو كان في عيون الناس ولا حاجة. يعني مثلا لو واحدة نومها مش منتظم، وبتصحى طول الليل وبتنام طول النهار، وقعدت تحاول مع نفسها أسابيع وأسابيع وشهور علشان تقدر تظبط نومها، فده بالنسبة لها بعد لما نومها يتظبط ده بالنسبة لها ده إنجاز كبير. لكن بالنسبة للناس ده العادي الطبيعي ان احنا بننام بالليل وبنصحى الصبح. فلو جيتي استنيتي ان الناس تقدرك على انجازك ده، هتلاقي ان مفيش تقدير، ووقتها هتحسي باحباط، لانك فعلا بذلتي مجهود كبير قوي علشان تقدري تنظمي يومك وتنظمي نومك. فانتي هنا لازم تعرفي قيمة اللي انتي بتعمليه، وتعترفي انتي بيه بينك وبين نفسك الاول، وتقدري انتي نفسك عليه الاول قبل ما تستني ان حد يقدرك على مجهودك. فما تسمحيش لأي حد انه يقلل منك او يقلل من مجهودك او من انجازاتك اللي وصلت لها. واي حاجة في الحياة تعمليها لازم تكوني مقتنعة بيها وفخورة بيها ومكتفية كمان بيها. ومش مهم بقى الناس، مش مهم الناس هتشوف اللي عملتيه صح او غلط، مش مهم الناس ترضى عن اهدافك او ترضى عن احلامك، ولا مهم ابدا ان هم يشوفوا انجازاتك. كفاية انك تكوني انتي عارفة نفسك وعارفة انجازاتك. الانسان اللي بيكون ممتلئ بنفسه ومكتفي بنفسه عمره ما هيحتاج رأي الناس فيه او في حياته، ولا هيحتاج ان هم يقولوله برافو انت شاطر كمل، لان هو من جواه مدرك وعارف ان هو شاطر، وعارف ان هو مجتهد، وعارف ان هو بيحاول وهيكمل. فسواء بقى الناس رضيت عن الإنسان ده أو لأ، هو كده كده مش فارق معاه. احنا مش عايشين علشان نرضي حد، احنا عايشين علشان نفسنا، عايشين علشان نغلط ونتعلم، علشان نحاول ونقع ونقوم ونفشل. وكل محاولاتنا دي وحياتنا دي كلها علشان نفسنا، علشان مستقبلنا، مش علشان أي حد تاني. فلو حسيتي في يوم من الأيام إنك محتاجة تثبتي حاجة لحد، اوعي تتكلمي، واوعي تشاوري على نفسك أو تشاوري على إنجازاتك، لأن محدش بيحب يسمع الإنجازات، الناس بتحب تشوفها على أرض الواقع. وأصلا فكرة إنك تحاولي تثبتي نفسك لحد ده هيقلل منك، لأن اللي حواليكي وقتها هيبصولك بنظرة اللي هو شوفوا ده عمالة تتكلم عن نفسها طول الوقت. ولو جيتي لاحظتي كده هتلاقي إن احنا أصلا ذات نفسنا لو قعدنا مع حد بيتكلم عن نفسه وعن إنجازاته طول الوقت، هتحسي إن احنا زهقانين منه، أو هنشوفه إنسان مغرور أو متكبر. على عكس بقى الإنسان اللي بيكون فعلا عنده نجاحات وعنده إنجازات في حياته، بس هو قاعد ساكت، لأن هو عارف قيمة نفسه وعارف قيمة إنجازاته، مش محتاج حد يقوله فعلا إنه عمل حاجة كبيرة. وفي الغالب كمان هتلاقي الناس هي اللي بتسأله إزاي عمل الحاجات دي كلها وإزاي وصل لهنا. فدايما اشتغلي على نفسك في صمت،
وخلي انجازاتك هي اللي تتكلم عنك. وخلي بالك انت طول ما انت بتنجحي وبتحاولي هتقابلي ناس تقلل من مجهودك وتشكك فيكي وفي احلامك وفي قدراتك. فاوعي الناس دي تهزك او تهز ثقتك في نفسك وتخليكي تغيري طريقك في يوم من الايام. لان مش مهم ابدا ان يكون في حد مؤمن بيكي وباحلامك. المهم انك تكوني انت مؤمنة بنفسك ومؤمنة بقدراتك، ومؤمنة كمان انك تقدري توصلي مهما طال المشوار ومهما كترت الاخطاء ومهما تكرر الفشل. اصلا انك تفشلي دي علامة صحية انك لازلتي بتحاولي، لكن اليوم اللي هتبطلي تغلطي فيه وتفشلي فيه معناه انك استسلمتي وبعدتي عن هدفك وعن احلامك. فاقفلي ودانك خالص عن اي حد هيحاول يرجعك عن طريقك. واوعي تشكي في نفسك، بالعكس خلي شكوكك كلها في الناس اللي حواليكي. فكري دايما مع نفسك كده ان هما اللي غلط، هما اللي ما عندهمش وعي كافي، هما اللي ضعفة ومهزوزين في نفسهم وما عندهمش ثقة في نفسهم. في فرق كبير قوي بين واحدة حد بيشكك فيها وفي قدراتها وفي أحلامها فتقف مع نفسها كده وتقول طب ما يمكن هما صح، ما أنا ياما فشلت قبل كده، ما يمكن أنا فعلا مش هقدر والموضوع ده أكبر مني. وبين واحدة تانية بتقول لنفسها كل يوم محدش عارف قدراتي غيري، هما مش عارفيني كويس ومش فاهمين حاجة عني أو عن حياتي. الناس اللي حواليا تفكيرها مش مظبوط ونظرتهم للحياة وللناس حواليهم غلط. في فرق كبير قوي بين الشخصيتين دول. أول واحدة هتحس من جواها بالضعف وبالخوف وهتحس إن هي مهزوزة ومش واثقة في نفسها ولا واثقة في حلمها، وفي الغالب هتقف تراجع نفسها وتبص لحلمها كده على أساس إن هو صعب ومستحيل. في الغالب هتبصله بنظرة الناس أو بعيون الناس. والتانية هتحس من جواها بالقوة وهتحس بثقة في نفسها أكتر، وكلام الناس ده مش هيفرق معاها في أي حاجة، وهيبقى عندها إصرار وعزيمة أكتر إن هي تكمل علشان توصل وتحقق حلمها، علشان نفسها أولا، ثم علشان تثبت للناس إن كلامهم كان غلط وإن ثقتها في نفسها هي اللي صح. فشوفي انت حابة تكوني مين فيهم، هتختاري تتعاملي ازاي مع الموقف ده. لأن خلي بالك طريقة تصرفك هي الوحيدة اللي هتفرق في الموقف، إذا كنتي هتكملي ولا هتقفي وتستسلمي وهتقضي بقى حياتك كده كلها ضعيفة ومهزومة وكلام الناس بيوديكي وبيجيبك. هل هتخلي الناس هما اللي يتحكموا في حياتك وياخدوا قراراتك في حياتك بالنيابة عنك؟ طب هل هتكوني انتي مبسوطة وسعيدة وقتها؟ أظن في الأغلب إن الإجابة هتكون لأ. فدايما اوعي تفكري تثبتي أي حاجة للناس أو حتى تتأثري بكلامهم. وخلي بالك كمان في حاجة مهمة قوي، في نوعية كده من الناس مش بيحبوا يشوفوا الخير عند غيرهم وبيحسدوا غيرهم على النعم اللي عندهم. حتى لو كانت النعم دي شوية أحلام أو شوية طموحات مفيش منهم أي حاجة لسه بقت حقيقة على أرض الواقع. مجرد إن يكون عندك هدف أو طموح في ناس بتحسد على ده. فبلاش تقولي أحلامك وأهدافك لحد غير لما تحققيها وتكون فعلا حقيقة على أرض الواقع. لأن صدقيني وعن تجربة الناس أول لما بيعرفوا حاجة بتبوظ. فخليهم فاكرين إنك تايهة وإنك عايشة حياتك بلا هدف وبلا معنى، وإن حياتك ملهاش أي 30 لازمة. خليهم شايفينك قليلة أحسن مليون مرة إنهم يشوفوكي حاجة كبيرة قوي فيحسدوكي على شخصيتك وعلى أحلامك. وساعتها بقى لو ده حصل يبقى قولي على أحلامك وعلى قلبك وعلى أهدافك السلام. وبس كده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.